السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقه انا طالع اتكلم عن موقف حصل معايا على لينكد ان، وفي يعني خلاصه لشباب كتير جونيور وسينيور وميد ليفل، لان السوق المصري دلوقتي متجه لطريقه يعني لمكان مش كويس ابدا يعني. في الحقيقه كنت من فتره بكلم حد على لينكد ان، كنت يعني عايزه يعمل لي شغل فريلانس، كنت منزل بوست وهو يعني دخل كلمني، فهو كاتب سعر، والسعر ده انا كلمته قلت له انا عايز ادخل معاك ميتنج عشان نتناقش في الحاجه اللي انت هتعملها والسعر. فقال لي بص، السعر ده السعر اللي انا هشتغل بيه، لو مش عاجبك ما تضيعش وقتي. قال بالطريقه ديت حرفيا. فانا كان ممكن اقبل السعر اللي هو حاطه ده، يعني مش بعيد عن البادجت بتاعتي والبادجت المكان اللي انا شغال فيه، يعني هو ممكن البادجت ده تمام معايا. لكن انا للحظه كده يعني وقفت عند الرساله ديت وقررت ان انا ما اردش عليه. وده يرجع لطريقته في الكلام واسلوبه، ما يسمحش ابدا ان انا اشتغل معاه. تمام. ففي حاجه مهمه يا شباب، والاشكاليه كلها اللي هو سينيور. الاشكاليه كلها اللي هو سينيور. وديت حاجه مهمه يا شباب. لو انت جونيور او لو انت ميد ليفل او سينيور، يعني انا مش عايز اقول سينيور لان السينيور المفروض يكون فاهم الكلام ده كويس، يعني لان هو المفروض بيتعامل مع ناس اعلى منه، وكمان مهيأ في اي وقت يكون يليد التيم بتاعه. فخلينا نتكلم يعني بشكل صريح. الناس دلوقتي في سوق العمل المصري بقت همها كله الفلوس. يعني انت لو بنيت العلاقات ديت ممكن في يوم من الايام تفيدك اكتر من الفلوس. يعني خلي بالكم يا شباب من النقطة ديت. السوفت سكيلز حتى لو انت هترفض حاجة ارفضها بأدب، وارفضها يعني بطريقة شيك تخليك اللي انت مثلا لو انا بعد كده عندي حاجة يعني هحتاجك فيها، ممكن ادخل اكلمك مفيش مشكلة، لكن ما تقفلش الباب. وخلي عندك مهارة التفاوض ومهارة تقبل الآراء، لأن أنت هتشتغل فريلانس أو هتشتغل في شركة، فأنت محتاج المهارة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.